كتير جدا من افكارنا عن طب الاسنان لازم تتغير ولازم تتصلح. اولها انه الناس اللي عندهم مرض السكر للاسف بيروحوا لدكتور السنان وممكن ينكروا ان عندهم سكر. عندنا يمكن رسالتين في الحلقه دي عايزين نبعتهم للناس. الرساله الاولانيه هو ايه الفرق ما بين ده وده، والرساله الثانيه ايه اللي ينفع حضرتك تعمله كعلاج وايه اللي ما ينفعش تعمله كعلاج. احنا عندنا التشخيص ده 3 خطوات يا دكتور أيمن. اول حاجه استبعاد العلاج الذي لا يمكن له علشان ممكن يعملوا مضاعفات اللي بنسميه الكيس سيلكشن. تاني حاجه ايه الامراض او ايه الحاجه اللي موجوده عنده سواء عضويا او في الاسنان. تالت حاجه هو الخطه العلاجيه بقى. الطريقين، الحاجه اللي مش علميه والحاجه العلميه. بالظبط. الحاجه الغلط والحاجه الصح. بالظبط. يمكن المريض دايما عاده في السياحه العلاجيه يا دكتور ايمن بيبقى جاي علشان الفك الكامل. ده تعويض لثه بتيتانيوم وتعويض عظم بالتيتانيوم، تعويض اللثه بالبينك بورسلين، تعويض العاج بالاوبيكرز، وعليه اسنان معموله كام ستراكشر، كام ماده معموله، 4 5 مواد اتعملت. كل دي معايير زي ما حضرتك قلت في الاول. الشكل النهائي بني ادمه تانية خالص. الاسنان جزء مهم من المنظومه الطبيه في مصر، واعتقد ان هي بايونير وليدر في توجيه الفكر الطبي في اشياء كتيره جدا.